مرحبا. اليوم حسوي معاكم كيكة تركية بالحليب والكراميل لمحبين الحليب والكراميل. هذه الكيكة مرة لذيذة، اسمها كيكة التريليتشي، ويلا نشوف الطريقة سوا. في البداية استخدمت 4 حبات من البيض وخفقتهم مرة كويس، وبعد ما تغير كده لون البيض أضفت عليه السكر بالتدريج، وأضفت عليه ملعقة صغيرة من الفانيلا. بعد كده أضفت نص كوب من الحليب السائل ونص كوب من الزيت النباتي وخلطتهم سوا. بعد كده أضفت الدقيق بالتدريج، طبعا الدقيق لازم ننخله، فنخلته هنا وأضفته بالتدريج. بعد كده أضفت ملعقة كبيرة من البيكنج باودر وأضفت رشة ملح وكملت باقي الدقيق. بعد كده صبيت الخليط في الصينية ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. طبعا الفرن يكون مسخن من قبل، وبس قبل ما أدخلها كده بالملعقة حاولت إني أنا أخفي الفقاعات عشان تطلع كلها مستوى واحد. وحجهز هنا لصوص الكريمة. استخدمت ظرف من الدريم ويب وأضفت عليه كوب من الحليب السايل. تقدروا تستخدموا أي نوع، بس أهم شيء يكون بارد جدا، يعني ممكن تدخلوه التلاجة قبل يعني فترة طويلة، أو ممكن تدخلوه الفريزر. حنخلطه في الخلاط ألين ما يصير قوامه ثقيل وكريمي. بعد كده حغطيه وأدخله التلاجة، وأخذت هنا جزء بسيط من الكريمة عشان أزين فيها الكيكة آخر شيء. وحسوي معاكم هنا الكراميل. طبعا الكراميل قد سويته معاكم في فيديو سابق، بس الكراميل تبع تريليتشي تكون غنية بالكريمة، يعني نكهة الكريمة فيها واضحة. فحطيت هنا كوب سكر واستنى لما يتكرمل ويذوب تماما. بعد كده حطيت عليه الزبدة. أضفت الكريمة السايلة، وآخر شي أضفت علبة قشطة، بس قبل ما أحطها لازم كده أخلطها عشان ما تتكون معايا تكتلات. وزي ما انتم شايفين ذابت القشطة وخلاص صار عندنا صوص الكراميل جاهز. طبعا هو كل ما برد حيثقل أكتر، فحطفي عليه النار وحنجهز الآن لخليط الحليب. حطيت هنا كوب وربع من الحليب السايل، وأضفت عليه نص كوب من الحليب المكثف المحلى. طبعا تقدروا تتحكموا في نسبة الحليب المكثف المحلى، لو انتم ما تحبوا الشي حالي ممكن تستخدموا حتى لو بالملعقة ملعقتين. أنا حطيت ربع كوب، حسيته كده يعني متوازن بالنسبة لي. طبعا هذا الصوص هو اللي حنسقي فيه الكيكة بعد ما تخرج من الفرن وتبرد. والأتراك طبعا يخلوها غرقانة غرقانة، يعني مليانة مرة من الحليب. أنا هنا ما خليتها مرة غرقانة، خليتها وسط. لو حابينها غرقانة مرة ممكن تزيدوا نسبة الحليب. وأخليها ترتاح حقت ربع ساعة عشان الكيكة تتشرب الحليب بالكامل. وبعد كده أضفت عليها الكريمة. طبعا بعد ما حطيت الكريمة سويتها ودخلتها التلاجة مدة نص ساعة، وبعد كده حطيت عليها الكراميل. صوص الكراميل بعد ما برد ما شاء الله ثقيل، وقوامه أصلا ثقيل وكريمي كده، يعني ممكن تستخدموه في أي وصفة حلا. طعمه من جد من جد مرة رهيب. وهنا حطيت صوص الكراميل على الكيك،
وآخر شي هنا الصوص الكريمي اللي رفعته على جنب، دحين حزين فيه الكيكة من فوق. لتزيين الكيكة ممكن تعملوا زي ما أنا سويت، اللي هو حطيت الصوص الكريمي في كيس الحلويات، أو ممكن تستخدموا القشطة، ممكن تحطوا القشطة في كيس الحلويات وتزينوا فيها الكيكة. وبس هذه كانت وصفتنا لليوم، كيكة التريليتشي التركية. طعمها مرة لذيذ وغنية بالكراميل والحليب، وتتقدم باردة، فجربوها وإن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير واشتراك في قناتي إذا لسه ما اشتركتوا. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.